اهلا بيكم في اولى حلقات برنامج اون تراك. اون تراك برنامج بيتكلم على كل ما يخص السيارات وعالم المحركات في مصر والشرق الاوسط وعالميا. ده الموسم الثاني لاون تراك، هنحاول نجيب لكم كل ما هو جديد، كل القضايا الخاصه بمجال السيارات وبمجال المحركات، وده طبعا هيكون من خلال فقراتنا زي توب نيوز، موتور سبورت، هاند بريك، فيس تو فيس، محتار ليه، وفكره جديده، وتاريخ على الطريق. يلا نبتدي اول حلقات اون تراك الموسم الجديد. يلا نشوف اول حاجه معانا ايه في اون تراك النهارده. اول فقره معانا النهارده هي فقره التوب نيوز. يلا نشوف توب نيوز فيها ايه النهارده. من اخبارنا العالميه، اول خبر معانا النهارده فيراري تطلق لوسو جي تي سي 4 2016 الجديده في حفل عالمي عملته شركه فيراري الايطاليه في ايطاليا في حضور كل متسابقي فيراري للفورمولا. طلعت لنا العربيه اللوسو جي تي سي 4 الجديده. العربيه شكلها متاخد من فيراري اف، لكن الشكل مختلف، معموله بشكل جذاب جدا. وطبعا العربيه طالعه بموتور مختلف تماما. العربيه نازله بموتور 6300 سي سي 12 سلندر وبقوه 680 حصان. بوجاتي تطرح للسوق تشيرون جراند 2016 الجديده بدون سقف. سبق وقد طرحت بوجاتي تشيرون جراند 2016 عربيه كانت كوبيه رياضيه، كانت تكلفتها حوالي 2.5 مليون دولار. العربيه دي انتشرت في الفتره اللي فاتت، لكن لسه ما حققتش مبيعات قويه. ركزت شركه بوجاتي على ان هي تطرح لنا نفس العربيه لكن كابورليه، ودي هتكون اول عربيه كابورليه بالقوه دي وبالسرعه دي في العالم، وبمحرك 8000 سي سي وبقوه 1500 حصان. العربيه هتعدي من 0 ل 100 في 2.2 ثانيه، وعداد 470 كيلومتر في الساعه. فورد تطلق سياراتها اكسبلورر 2016 الجديده الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه. في ظل اهتمام معظم شركات السيارات في العالم ان هي تنزل عربيات مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه، نزلت لنا شركه فورد عربيه اكسبلورر 2016. العربيه دي مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه. العربيه مؤهله بشكل او باخر، فيها كذا اوبشن علشان تهتم بالمنطقه دي. يعني الابواب نفسها بتاعت العربيه هتلاقيها بتتفتح بشكل عكسي، وبينزل منها جرار او مدرج ياخد العربيه الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه تدخلهم جوه العربيه. العربيه هتكون نازله بموتور 6 سلندر وبقوه 3500 سي سي. توقف بيع بعض انواع السيارات في مصر لاجل غير مسمى. بعض شركات السيارات وقفت البيع تماما لاجل غير مسمى في مصر، وده طبعا راجع للضغط الشديد على العربيات الجديده دلوقتي في الفتره الحاليه. وطبعا التزام الشركات دي قدام العملاء بتاعتها كان لازم يخليهم يوقفوا البيع شويه، وده ناتج لاسباب كتير. اولها ان الشركات دي دلوقتي ما بقاش عندها الكميه الكافيه اللي هي تغطي المبيعات اللي كانت المفروض تعملها في مصر. ده اللي خلاها توقف البيع لاجل غير مسمى، علشان بس تكتفي بان هي تشوف الناس اللي حجزت عندها عربيات تلتزم معاهم بالالتزامات بتاعتها. وده على فكره واصل لمده سنه، يعني في ناس حاجزه عربيات دلوقتي لمده عام كامل. ده خبر كان مهم جدا، كان لازم نتكلم عنه. هيئة الجمارك المصرية ترفع التعريفة الجمركية لتصل ل 40% وتشمل 500 صنف. أعلنت هيئة الجمارك المصرية عن رفع قيمة التعريفة الجمركية لتصل ل 40% وتشمل 500 صنف، لكن ال 500 صنف دول ما فيهمش أي حاجة تخص السيارات ومستلزماتها. يعني التعريفة الجمركية في الفترة اللي جاية هتزيد بنسب مختلفة، هتبتدي من 20% وحتى 40%. تشمل 500 صنف، من ضمن ال 500 صنف دول كل الأدوات الترفيهية والزراعية والغذائية والتكنولوجية. هم دول معظم الأصناف المهمة اللي هيكون عليهم تعريفة جمركية زيادة في الفترة اللي جاية. لكن الحمد لله التعريفة الجمركية دي ما بتشملش كل أنواع السيارات ومستلزماتها. بكده تكون فقرة توب نيوز خلصت، لكن لسه فقرات اون تراك ما خلصتش.
البرنامج برعاية جه معانا دلوقتي وفقره فيس تو فيس. معانا عربيتين جامدين جدا، تعالوا نشوف العربيتين اللي معانا في فيس تو فيس النهارده. العربيه دي نيسان 370 زد. العربيه دي عربيه رياضيه فيها موتور 6 سلندر 3700 سي سي وبيطلع 332 حصان. عربيه محترمه جدا. طيب العربيه دي عربيه مرسيدس اس ال اي ام جي. العربيه دي فيها موتور 8 سلندر، الموتور ده 5000 سي سي وبيطلع 302 حصان. العربيتين موجودين معانا، تعالوا نشوف بقى العربيتين دول على الطريق بيعملوا ايه. احنا دلوقتي ركبنا النيسان ال 370 زد. محمد متسابق من المتسابقين بتوع رياضه السيارات، وطبعا راكب عربيه رياضيه زي ما احنا شايفين. ايه العربيه دي فيها ايه؟ بص، نيسان 370 زد زي ما انت قلت قبل كده في بدايه البرنامج، هي 3700 سي سي في 6. العربيه بتطلع 332 حصان، التورك بتاعها 276. العربيه العربيات الياباني طبعا معروفه ان هي معظمها بيبقى دفع امامي. العربيه دي نازله دفع خلفي، نازله كورونا لوك عشان اعمى جدا على الطريق. الفتيس بتاع العربيه نازل 7 نقلات، حاطط لك هنا بادل شيفت بحيث ان انت تقدر تعمل كنترول على الفتيس وانت بتجري على سرعات عاليه، بحيث ان انت لو انت فاتح مانيوال والسبورت بتاع العربيه ما تفضلش تسيب ايدك وتنقل من الفتيس. هو عامل لك هنا البادل شيفت بحيث ان انت تقدر تكنترول الفتيس بتاعها. طب وريني كده العربيه ممكن تعمل ايه؟ يعني لو استخدمنا الشفتات. ما شاء الله. لا والتايمنج في الوقوف برضو حلو. التايمنج يعني بتاعها في الوقوف كويس، وفي نفس الوقت الاكسلريشن بتاعها كويس قوي في الحتت الصغيره. يعني في شارع صغير زي ده ما ده راجع على التورك، راجع على التورك بتاع العربيه وراجع على الفتيس كمان اكتر من الموتور. الفتيس هو اللي مدي الريشيو بتاعه، وهي العربيه نازله الفتيس بتاعها شورت جير شيفت. فالشورت جير شيفت بيدي سبيد اعلى، بيدي طلعات اقوى للعربيه نفسها. انت شايف العربيه دي اقوى من المرسيدس اس ال؟ بالنسبه ان الاس ال عربيه في 8 فاكيد طبعا. يعني انت بتتكلم في عربيه في 6 بتطلع هورس باور اعلى بكتير قوي، فرق 30 هورس باور، بلس ان البادي بتاع العربيه اخف بتاع النيسان. فانا شايف ان النيسان عملت العربيه صح قوي. كده نكون خلصنا الفقره بتاعتنا في نيسان. لسه معانا الاس ال المرسيدس. خلونا نقفل مع نيسان ال 370 زد. نشكرك يا محمد على الفقره الجامده دي وعلى المعلومات القويه في العربيه بتاعتنا. يلا نروح بسرعه نشوف مرسيدس اس ال اي ام جي. احنا دلوقتي ركبنا المرسيدس الاس ال الاي ام جي. قول لي بقى يا انس كده، يعني العربيه دي اخبارها ايه؟ يعني خلي بالك انا لسه نازل دلوقتي من النيسان. عرفت حاجه يعني عرفت لا هي في 8. بص، هو مواتير الفي 8 ليها متعه ثانيه تمام. يعني يمكن مثلا الهورس باور ممكن يطلع اقل، بس انت بتتكلم في تورك عالي جدا تمام. طب نتحرك كده ونشوف تعالى نجرب مع بعض كده واحنا ماشيين العربيه. اخبار الدنيا ايه؟ اتحرك اهو. بص مبدئيا الصوت طبعا صوت الموتور 8 سلندر حاجه ثانيه. وبرده مش هننكر نقول دي الماني والثانيه كانت ياباني. بس يعني قول لي كده اخبار السيفتي ايه؟ يعني كلمني عن السيفتي في مرسيدس طول عمرها حلوه جدا. يعني الماني احنا مثلا راكبين العربيه دي فيها 6 اير باج تمام. انت عندك السيفتي من فوق، غير ان الكابورليه بتاعها هارد توب
تمام، مش سوفت توب، حلو ده قوي احسن برضه. جدا في حلو السيفتي. قوي طبعا. تمام. العربيه يعني زي ما انت شايف كده، تحس ان الكرسي حضنك، فاهم؟ يعني الموضوع ايه، ستيبل شويه عن العربيات. احنا يعني بنتكلم في 5000 سي سي، 5000 سي سي، 302 صح؟ 302 هورس باور، التورك 332. برضه اديني كده فكره عن آلات الجر، يعني احنا الفتيس كام سرعه؟ الفتيس بتاعها 6 سرعات. تمام. على حسب انت بتقدر تتحكم فيه لونج شيفت او شورت شيفت. لونج شيفت دي لو احنا مثلا عايزين ندخل نخلي النقله بتاعت الفتيس عاليه. تمام. شورت شيفت لو عايزين الفتيس ينقل بسرعه. تمام. عن طريق فاهم الزرار بتاعنا هنا. تحوله لسبورت، كل حاجه. يعني انت بتتكلم في عربيه ممكن تحولها عربيه ديلي يوز عادي جدا. تمام. وممكن تتكلم في عربيه ممكن تحولها عربيه ايه، سباق. بكل بساطه. غير النيسان، انت النيسان سايق عربيه سباق، بس صدقني دي احسن. انا مش هضحك عليك، انا برضو مستغرب ازاي عربيه تكون نازله بموتور V8 تمام، وبتطلع يعني الهورس باور اقل من الستة سلندر. يعني ممكن التورك بتاعها اعلى بكتير من النيسان. هو ده اللي بيعوض شويه. بيعوض جدا، بيفرق معاك جدا التورك بتاعها. وتعالى نجرب، صدقني تختلف عن النيسان. انا عايز نجري وبعدين اهو شوف هتقف ازاي. لا ما تقلقش، هي هتقف، السيفتي بتاعها حلو جدا. انت خدت بالك من التسارع بتاع العربيه ولا لا؟ طبعا خدت بالي. الصيانات اخبارها ايه بقى؟ الصيانات يعني بتتكلم في توكيل مرسيدس موفر كل حاجه. اغلب قطع المرسيدس كلها متشابهه تقريبا في الاسعار، لا بتفرق كتير ولا بتقل كتير. بس العربيات النادره زي الاس ال مثلا، هم عشان بيعملوا لك اوردر من بره. تمام. فالعربيه بتبقى ايه، اغلى سنه. والله في المجمل في الاخر احنا بنعرض للناس العربيتين. تمام. دي فيها ايه ودي فيها ايه، دي بتتكلم عن ايه ودي بتتكلم عن ايه. تمام. بس انا كنت حابب اجيب عربيتين، واحده ياباني وواحده الماني، الاثنين جر خلفي. تمام. الاثنين سبورت، عربيتين سبورت. تمام. وانت متسابق ومحمد متسابق، ما جبتش حد غريب، وانتوا الاثنين في تيم واحد. تمام. في النهايه المشاهد هو اللي هيقدر يحكم انهي عربيه. صدقني هيحبوا الالماني اكتر. والله دي بتاعته بقى، بتاعت المشاهد بتاعته. الجمهور الالماني اكبر بكتير. بكده نكون شفنا العربيه الاس ال الاي ام جي المرسيدس. كده انتوا شفتوا العربيتين، وانتوا اللي بايديكم تحكموا انهي عربيه احسن من الثانيه. خلصت فقره فيس تو فيس. يا رب يكون العربيتين اللي معانا عجبوكم. خلي بالكم كل حلقه معانا في اون تراك فيها فيس تو فيس بعربيتين جامدين جدا. يلا نشوف باقي فقرات اون تراك النهارده. هذا البرنامج برعاية جه ميعادنا دلوقتي وفقره هاند بريك. احنا في فقره هاند بريك هنشد الهاند على كل الاخطاء وكل المشاكل الخاصه بمجال السيارات. تعالوا نشوف احنا هنشد الهاند النهارده على ايه. هنشد الهاند بريك النهارده على شركات صناعه السيارات في مصر. الموضوع ده خطير جدا وفي مشاكل كتيره جدا. اسعار العربيات غليت، عربيات كتير بقت الناس بتحجز ولغايه دلوقتي ما استلمتش، ناس كتير بتروح علشان تحجز عربيات اصلا ما فيش حجز. كل دي مشاكل كتيره جدا في المجال ولازم نتكلم عنها. لكن اهم الاسباب اللي احنا حاولنا بعد ما دورنا كتير في القصه دي وعرفناها، في شركات كتير قوي بدل ما بقت بتصنع او بتجمع العربيات هنا في مصر بقت بتستورد العربيات. ومن ضمن الشركات دي اللي قفلت التصنيع تماما شركه مرسيدس السنه اللي فاتت، قفلت التصنيع تماما في مصر واعتمدت اعتماد كلي وجزئي على اتفاقيه الجاد، على ان في 2019 اتفاقيه الجاد دي هتسمح لاستيراد السيارات ب 0% جمارك. المشاكل كتير وناس كتير قوي بتتكلم في القصه دي، اللي يقول لك نموذج 4 هو السبب، واللي يقول لك لا ده القيمه الاسترشاديه هي السبب، واللي يقول لا ده الدولار هو السبب. لكن مش هي دي المشاكل الرئيسيه. لازم نبقى عارفين كويس قوي ان مش هو ده لب الموضوع. المشكله كبيره جدا لكن حلولها سهله جدا.
ممكن يكون كل اللي احنا اتكلمنا فيه فعلا مشاكل حقيقيه وموجوده، لكن في حلول تانية خالص. احنا عندنا دلوقتي اول حل ان احنا نصنع او ان احنا نعمل منطقه حره للتصنيع. يعني مثلا ميناء الجديد اللي اتعملت في السويس، لو احنا قدرنا نستخدم المكان ده وان احنا نعمل دلوقتي هناك مصانع لتصنيع السيارات وتصنيع مستلزماتها، ده هيفرق كتير جدا. يعني احنا لو قدرنا نطلع من 80 ل 100 الف عربيه من كل مصنع، ان احنا هنعمل في الاماكن دي مصانع تصنع العربيات، ده حل كبير جدا هيخلينا ولا نعتمد على دولار ولا نعتمد على استيراد ولا نعتمد على ان جمارك رفعت او نزلت. مش دي القضيه خالص. انا ممكن لو استخدمت القصه دي كويس وصنعت كويس وجمعت كويس، صدقوني مش هيبقى عندي مشاكل. النقطه الثانيه الادوات بقى المغذيه ليها. يعني لو انا النهارده فرامل، تيل، طنابير، مساعدين، عفشه، ادوات تبريد، كل دي ادوات مغذيه ممكن تنفع صناعه السيارات. لو انا في نفس المنطقه الحره اللي انا اشتغلت فيها ان انا صنعت او عملت مصانع في المنطقه دي علشان تصنع لي عربيات، استخدمت مصانع تانية ان انا اعمل من المصانع دي ادوات تغذيه للعربيات، في الحاله دي يبقى انا خلاص معايا التصنيع ومعايا الادوات التغذيه بتاعته. هستورد ايه؟ هدور بقى ليه على نموذج 4 ولا هدور ليه على قيمه استرشاديه ولا هدور ليه على الدولار غلي او الدولار نقص؟ صدقوني الموضوع سهل جدا. يعني لو احنا اهتمينا كويس قوي بالنقطتين دول وفكرنا ان احنا ازاي نصنع هنا في مصر، وعادي جدا هناخد التوكيلات وهنمضي مع الناس بره، وكل شركه او كل مصنع يشتغل بنفس الكفاءه بتاعه المصانع دي بره. هنشتغل وهنسلم في مصر الناس في مواعيدها، وكمان هيبقى عندنا امكانيه ان احنا نصدر كمان بره. يا ريت تخلي بالكم من المواضيع دي، الموضوع ده مهم جدا. ممكن ما نكونش خلصناه النهارده في الفقره بتاعتنا، لكن احنا في اون تراك مش هنسيب الموضوع ده لغايه اما نقضي عليه تماما، وهنفضل ورا القصه دي ان شاء الله حتى لو رحنا لاعلى المستويات، ان احنا نوصل في الاخر لحل يحل مشكله السيارات في مصر. ركزوا كويس يا جماعه، في دول زينا كتير اشتغلت في القصه دي، واهمها المغرب والجزائر، واشتغلت في اللي احنا بنقول عليه ده. بكده تكون هاند بريك خلصت، لسه اون تراك ما خلصتش. هذا البرنامج برعاية جه ميعادنا دلوقتي في فقره الموتور سبورت. في فقره الموتور سبورت احنا هنجيب لكم كل ما يخص رياضه السيارات ورياضه المحركات في مصر والشرق الاوسط وعالميا. يلا نشوف الموتور سبورت فيها ايه معانا النهارده. احنا النهارده موجودين في بطوله STT تايم تريل. البطوله دي النهارده مخصصه لسباقات السرعه مش للدريفت. يعني ايه؟ كل متسابق هينزل للسباق النهارده بعربيته، هيعمل التراك اللي هيحقق اقل تايم، هو ده اللي هيكسب السباق. لازم تحقق اقل تايم ويكون بدون اخطاء. تعالوا نشوف STT تايم تريل النهارده.
يوم الاثنين وقدم الطلب واتوافق على الطلب، بس كان رئيس اللي ماسك الحسابات ما كانش موجود، فما خدوش الفلوس وقالوا لنا التصريح هيبقى عندكم وهناخد منكم الفلوس يوم الظهر. واشتغلنا في تجهيز الارض وكل حاجه، فوجئنا امبارح الساعه 12:30 بالليل تليفون للاستاذ سامي من مأمور القسم العميد هشام ان السباق مش هيقام. وفاجأ ان القصه مبعوثه من شخص اسمه ضاحي وباعت بالظبط ان هو على ان هو الدكتور ضاحي من احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري. وطبعا ده فيه تسجيل كامل. ضاحي دوت عباره عن شخص موجود ساعي موجود جوه الاتحاد ملوش دعوه بالاتحاد. بعد كده افاجئ ان الجوابات اللي طالعه مش ممضيه من الدكتور احمد حبيب وبيطالبوا بوقت السباق نهائي، واخدوا الجواب بتاع الامانه العامه بتاع رايت وقال لك هو ده اللي هيطبق على السباق اللي موجود يوم الظهر. فكان الحل ان احنا اتكلمنا مع الاداره مع مأمور القسم، الراجل تفضل مشكورا ان هو قال انا هحرك السباق وتحركوا واشتغلوا زي ما انتوا عاوزين، بس ما يبقاش في تجمهر، ما يبقاش في تجمع، ما يبقاش في اي حاجه تعمل لنا مشكله. انا حبيت اوضح الامور، حاولنا ان احنا نعدي اليوم باي شكل او اخر والحمد لله عدى. اظن انكم اتبسطتوا، حاجه شكلها حلو، حاجه محترمه. رحنا اسم العبور وبدانا نعمل محضر لضاحي ده انتحل شخصيه غير شخصيته تماما، وعملنا المحضر وخدنا الرقم بتاع المحضر. دي النقطه رقم 1. وان شاء الله رقم 2 ان احنا من يوم الحد هنبدا نتحرك للوزير والمستشارين بتوعه الاستاذ اشرف صبحي، ولازم كنتوا لازم تعرفوا الموضوع ده بالظبط عشان انتوا المعنيين في الموضوع ده. خلصت الجوله الاولى من ST تايم تريل 2016. تعالوا نشوف مين اللي طلع على البوديوم النهارده. في المركز الثالث احمد التبعي، في المركز الثاني ياسر الجوهري، في المركز الاول كابتن مدحت رمضان. مبروك. جروب بي 1600 فرونت ويل، في المركز الثالث بسام، في الثاني وائل هادي، والاول عزت صبري. الف مبروك. جروب سي فرونت ويل 2500، في المركز الثالث محمد ضياء، في المركز الثاني فادي، وفي المركز الاول فراوله. جروب دي 2500، في المركز الثالث بارو، في المركز الثاني والي، وفي المركز الاول شهاوي 2800 خلفي. الف مبروك. المركز الثالث محمد حتاته، في المركز الثاني محمد حسن، وفي المركز الاول هشام الخطيب. الف مبروك. خلفي 3500 سي سي، في المركز الثالث بودي، في المركز الثاني سامح، في المركز الاول بيتا. الف مبروك يا رجاله. عندنا في المركز الثالث احمد الوكيل، في المركز الثاني تامر بشات، في المركز الاول هيثم سمير. الف مبروك يا رجاله، الف مبروك. فئه السيدات في المركز الثالث ياسمين سامي، في المركز الثاني إيريني يوسف، في المركز الاول علاء سالم. الف مبروك. خلصت الموتور سبورت وشفنا راوند 1 لبطوله ST تايم تريل 2016. يا رب تكون البطوله عجبتكم. بكده نكون خلصنا حلقه اون تراك. بس قبل ما نقفل الحلقه بنبعت فيديوهات على الصفحه بتاعتنا، بنذيع الفيديوهات دي في اخر الحلقه. كل الفيديوهات اللي ممكن تكون تفيد البرنامج او تفيد المشاهد هنذيعها. تعالوا نشوف الفيديو اللي هنقفل بيه حلقتنا، واشوفكم الاسبوع الجاي. سلام. Good.
انا واقف زي ما انا اهو. اتحركت. سبق وقد طرحت بوجاتي شيرون. ادي النيله السوداء. يا ابني ابعد من وراهم يا ابني. انا مش ناقص خايله. يا رب يا رب اشوف فيكم كلكم يوم. ما هو انا عمال اعيد وانتوا قاعدين تحت الشماسي. لو سمحت صوره بعد اذنك معاك، بعد اذنك. ميرسي، ده من اخلاق المذيعين، انتوا عارفين كلكم اخلاق المذيعين عامله ازاي. في معظم سيارات كنت خليتيني خلصت ما صدقت تكتفي بالحجز. يا فراوله واقسم بالله عادي عليك دعوه واجيبك الارض. رايح فين يا حماد؟ رايح فين يا بابا؟ رايح فين يا بابا؟ لو سمحت الكابتن بتاع بره شقلب. ها اختم الحلقه. هذا البرنامج برعاية